السلام عليكم. وانا في الصيدليه دلوقتي افتكرت كده ايام ما انا كنت لسه طالبه وبفكر في الاجازه اعمل ايه، انزل تريننج ايه بالظبط، اتعلم ايه واروح فين وكل الاماكن دي. فمتفهمه الحيره الكتير اللي ممكن تكون عند طلبه دلوقتي في كل الكليات عموما، بس especially الناس اللي موجوده في كليه صيدله بيبقوا محتارين، وبرضه بيبقى الترم عامة ترم شاق، فهم بيستنوا الأجازة عشان ياخدوا نفسهم ويناموا كويس ويرتاحوا من كم الامتحانات والمعلومات اللي بياخدوها طول السنة. ولكن على قد ما ان الكلية بتفيدنا كمعلومات كويسة جدا، كخبرات بتتنقل لنا من الدكاترة اللي بتشرح لنا، ولكن تبقى الحياة العملية هي من اكبر الحاجات اللي بتعلمنا، هي احسن معلم فعلا. فلازم على الرغم من كل ده ان انا انزل تريننج واشوف الشغل عامل ازاي، اشوف المجتمع بتاع الشغل عامة، عشان اقدر احدد على الاقل انهي باثواي انا عايزه اكمل فيه. هل انا حابب الكوميونتي فارماسي، الكلينيكال، الميديكال ريب، اقعد اجرب حاجات مختلفة حتى لو في حاجات ممكن انا بعقليتي دلوقتي ابقى حاسس ان هي مش دي الحاجه المناسبه ليا، ولكن مهم انك تنزل. طيب حد هيجي يقول لي طيب دلوقتي انا خلاص احنا في اجازه نص السنه واحنا كمان قربنا نخلصها، يعني انا فاضل كام يوم بس وارجع الدراسه تاني. هقول لك it is never too late بجد، دي بناء عن خبرات وانا مريت بكل ده. انت لو هتنزل علشان بس تمونيتور ايه اللي بيحصل، تاخد معلومة واحدة او على الاقل ابدأ تريننج اونلاين، اعرف حاجات معلومات مختلفة، اتفرج على فيديوز حتى لناس بتنقل خبراتها وبتقول معلومات، بحيث انه على الفترة الجاية تكون محدد حاجات انت حابب تتعلمها، لغة جديدة، عجبك مجال السفر وانك حابب ان شاء الله في المستقبل انك بعد التخرج تسافر، تبدأ تكون مجهز من دلوقتي، متعلم اللغة، بدأت في معادلة معينة، بتشوف خبرات، بتبقى على الأقل محدد انت عايز ايه قدام. حتى لو الحاجة اللي انت هتتعلمها دي حاجة انت مترجتها على شخصيتك انت، على البرسوناليتي بتاعتك انت، انك تتعلم مثلا انك يكون presentation skills بتاعتك احسن، communication skills بتاعتك احسن، negotiations حتى انك تكون عندك افضل. فحط تارجت حتى لو في الفترة الصغيرة دي انك تتعلم حاجة مختلفة او حاجة تفيدك الفترة الجاية. ولو حابين تسألوا اي حاجة اكتبولي في الكومنتس. باي.